السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده هنتكلم عن غلاء الاسعار، وكمان هقول لكم عن الفراخ بتاعتنا التسمين دي، والفراخ التانية اللي وصلت معايا 6 كيلو النهارده. آه بس قبل ما ندخل محتوى الفيديو، عايزاك توصل لايكات كتير وتشجعوني انزل لكم كل جديد. اول حاجه كده، الناس اللي بتتكلمني وبتقول لي فين عايزين دراسه جدوى، لو نزلنا فراخ تسمين دلوقتي هتجزي معانا ولا لا؟ لو نزلنا فراخ هتجيب همها ولا لا؟ كل الكلام ده النهارده باذن الله هعمل لكم دراسه جدوى سريعه كده على 100 فرخ. تمام. اول حاجه كده، طبعا في ارتفاع رهيب في سعر الفراخ البيضه، مفيش فراخ بيضه في السوق اصلا دلوقتي. اول حاجه، ايه سبب ان مفيش فراخ بيضه في السوق؟ اول حاجه كده يا جماعه، لما كان الكتكوت بنص جنيه كان بعض الشركات او اغلب الشركات كلها كانت بتخسر. ناس هتقولي بتخسر ازاي؟ يعني اللي هو ازاي الشركات بتخسر؟ اقول لكم حاجه، كان الكتكوت كان بجنيه وكانوا بيشحطوا الكتكوت كمان ببلاش. طيب ليه كانوا؟ اولا ما كانش في حد بياخد كتاكيت، ما كانش حد بينزل عشان غلا العلف. والايام اللي عدت في غلا العلف اللي كان رافع ووصل ل 24 و25 الف، وبعض المصانع طبعا وصلت ل 25 الف، فكان الموضوع صعب جدا في التربيه. كان الناس بتخاف تحضن، وكان اسعار اللحم رخيص جدا، اللي هو كان مثلا ب 34 تنفيذ و32 والكلام الفاضي ده. فكان طبعا الفرخه بتخسر نص ثمنها بالظبط لما كانت بتتربى. ما كانش فيه عمال، ما كانش فيه مربيين بينزلوا او بيحضنوا، ما كانش فيه شركات بتبيع، كانوا بيعدموا الكتكوت. بدأ كل الشركات او اغلب الشركات تخف من القطيع، تبيعوا لحم، اللي هو تطلع الامهات اللي بتبيض عندها تبيعها لحم. فاتباعت لحم كتير جدا جدا، وكان اللي باقي كمان عنده شويه بيبيضوا امهات، كان بيعمل ايه؟ بيبيع البيض اكل من بيض مائده. عزل الديوك وبدا ان هو يذبح الديوك او يبيع الديوك لحم برضو. وبدا زي ما قلت لكم كده، ان البيض يتباع بيض مائده، ما يترصش في المعامل. ده اللي اثر دلوقتي وخلى ما فيش كتكوت متوفر في السوق. دلوقتي بيعملوا مزادات على الكتاكيت، يعني بينزل مزاد واللي بيرسل عليه المزاد هو اللي بياخد الكتاكيت. وسعر الكتكوت كمان وصل ل 15 جنيه. اما دلوقتي كمان مفيش كتاكيت بلدي. برضو نفس الكلام، كان الامهات نفس الكلام كده بالظبط، كانوا بياخدوا منها البيض ويبيعوه بيض مائده، بيض اكل، لان طبق البيض كان رافع جدا جدا، وكان سعر الكتكوت ببلاش، كان ارخص من البيضه بكتير قوي. زائد اصلا ان الكتكوت البيضه مش بتطلع كتكوت لوحدها، البيضه دي بتترص في معامل، ومعامل التفريغ دي بتسحب كهرباء جامده جدا، فواتير كهرباء عاليه. وكمان بيبقى فيها عمال انتاج، عمال بتقف للبيض، او بتقعد في معامل التفريغ دي برضو براتب شهري على المعامل او على الشركات. فالبيضه يعني كانت يا ريتها لو كانت اترمت ما كانتش هتخسر زي ما كانت تطلع كتكوت. فده اللي حصل بالتالي كده، ان الامهات كلها اتباعت خلاص، مفيش امهات للفراخ البيضاء. فاللي عنده شويه فراخ بيضاء دلوقتي مش هقول لكم بيخسر، بالعكس هو بيكسب فيهم، وما شاء الله مكسبها حلو جدا جدا دلوقتي حاليا. لكن الايام اللي جايه احنا ما نعرفش فيه ايه، سعر الكتكوت هيفضل رافع ولا؟ بس انا هقول لكم توقعاتي، زي ما قلت لكم توقعاتي ان الفراخ هتوصل 50 و55 جنيه. وناس كتير جدا طلعوا قالوا لي انت بتعملي اشاعات وبتعلي في الاسعار، وانت سبب في غلاء الاسعار والكلام الفاضي ده كله. لكن انا قلت لكم توقعاتي من شهر كده، الفراخ يا جماعه الخير هتوصل ال 55 جنيه. لما قلت التوقعات دي مش كان همي ان انا اغلي الاسعار، لان انا مش ماسكه بورصه اسعار ولا ماسكه اي حاجه. انا كل ما عليا ان انا بقول لكم توقعاتي بناء عن خبرتي في تربيه الطيور او في تربيه الفراخ. طيب اول حاجه كده اللي هيحصل بقى، بصوا، اللي عنده شويه فراخ دلوقتي ربنا رزقه فيها، عوض نسبه خساره من اللي خسرها قبل كده، يعني نسبه قليله من الخساره اللي خسرها قبل كده، لان طبعا الايام اللي فاتت كلها كان فيها خساره لمربيين كتير جدا. فاللي عنده شويه فراخ ربنا يرزقه فيهم يعني. طيب دلوقتي الفراخ بتكسب لو احنا نزلناها الكتكوت ب 10 جنيه متوسط الاسعار، وعندي شويه تبن وشويه ادويه، وعندي كمان علف برضو. بعد ما نزل واتبسطنا شويه، لقينا الذره بدات ترفع، الصويا بدات ترفع، يعني خامات العلف رفعه. فالعلف في بعض مصانع العلف رفعت السعر تاني. ايه سبب بقى في رفوع السعر او في رفع السعر تاني؟ زي ما قلت لكم ان ما تمش افراجات عن خامات العلف، فما فيش خامات علف موجوده في السوق. والدولار كمان رفع، فده طبيعي جدا، احنا بنستورد اصلا خامات العلف بالدولار. فما الدولار يرفع الايام دي ورفع في البنك كمان بنسبه عاليه او ارتفاع جامد، فطبيعي جدا ان كل الاسعار هترفع تاني.
طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ اربي فراخ ولا مربيش؟ اربي كمشروع ولا اربي اكل؟ ولا اعمل ايه انا دلوقتي؟ عشان انا كمربي خايف انزل دورة واخسر، وبرضو اللي بياكل خايف مش يعرف يشتري الفرخة. فاسهل لي ان انا اربيها عشان اعرف اكل ولادي، ولا اسهل لي ان انا اربيها عشان اشتغل فيها كمشروع؟ اول حاجة كده اعمل لكم دراسة جدوى كده سريعة بالظروف الحالية اللي احنا فيها دلوقتي. ايه هي الظروف بقى اللي احنا فيها دلوقتي؟ اول حاجه كده الفراخ التسمين، الفرخ ب10 جنيه بياكل معاه 3 كيلو علف لحد نهايه الدوره. تمام، 3 كيلو علف لحد نهايه الدوره، ومش هاكل اكتر من 3 كيلو، لان الوزن لو زاد مش هيتباع الا بقى لو انت بتربي لبيتك، تاكلي 3، تاكلي 3 ونص، تخلطي شيشه، تخلطي عيش. انت بتربي لبيتك فمش فارقه معاكي كتير. طيب انا لو بربي البيت زي ما قلت، لو انا بربي كمشروع بقى، هاكل ال100 فرخ اللي هم هيعملوا لي 1000 جنيه. يعني 100 فرخ في 10 ب1000 جنيه. تمام، 100 فرخ في 10 ب1000 جنيه زي ما قلنا كده. فانا هاكل ال100 فرخ بتوعي 3 طن من العلف. تمام، لا بعتذر، 300 كيلو من العلف. ال100 فرخ هياكلوا 300 كيلو من العلف. متوسط سعر العلف بتاعي من 20,000 ل21,000، في 20,500، في 20,700، في 19,450. فاحنا هنقول في 20 جنيه الكيلو. تمام، 300 كيلو في 20 جنيه الكيلو. 300 كيلو في 20 ب6000 جنيه علف. تمام، يبقى انا كده كلفت لل100 فرخه 6000 جنيه من العلف، و1000 جنيه كتاكيت، يبقوا كده 7000 جنيه. طيب 7000 جنيه من العلف، وعندي وليكن كده هنحط لكل فرخه 2 جنيه من الادويه. بس هيبقى كتير قوي بصراحه، بما اني بربي 150 و160 ما بستخدمش 2 جنيه. بس انا برضو عشان الناس ما تقوليش لا احسبي لنا الكهرباء، فهحط 2 جنيه ادويه لكل كتكوت، يعني 200 جنيه. وهحط 2 جنيه فرشه كمان، مع انه هيبقى كتير برضو. يبقى كده معايا 400 جنيه. وهحط جنيه كهرباء لكل فرخ، جنيه تدفئه يعني. يبقى كده معايا 500 جنيه. يبقى المبلغ كله هيبقى 7500 جنيه. 7500 جنيه. طبعا اكيد ال100 فرخه مش محتاجين مكان للايجار طبعا، لكن لو اتاجرتي له مكان مش هيجيب معاكي ومش هيبقى مجزي. تمام، ال100 فرخه مش محتاجين مكان ايجار. ده 100 فرخه يتحطوا في غرفه كده، اي اوضه عندك كده، فتبداي ان انت تحطي فيها عادي جدا. طيب انا دلوقتي زي ما قلت لكم كده مش محتاجين ايجار، وضفنا 500 جنيه، يبقى المبلغ كله 7500 جنيه. طيب انا لما ادي الفرخه معايا 3 كيلو من العلف، هتديني متوسط الوزن 2 كيلو لحم. هطلع 5% نافق من ال100، يعني هيطلع 5 كتاكيت نافق وليكن. وممكن طبعا دي ارزاق من عند ربنا، ممكن ما يطلعش اي نافق خالص، بس انا زي ما بقول لكم كده هطلع منهم 5%، يعني هيتبقى لي 95 من الفراخ. 95 فرخ. 95 فرخ لو شالوا لي 2 كيلو، يعني بمعدل 190 كيلو من اللحم. 190 كيلو من اللحم النهارده تنفيذ 53 و55، هنحسب على تنفيذ 53 جنيه للكيلو. طيب 53 جنيه في 195 بقى هيعملوا في حدود 10,070 جنيه. تمام، 10,070 جنيه. طيب ال10,070 جنيه دول انا هخصم منهم، او هشيل منهم كده بكل سهولة ال7,500 بتوع العلف. يبقى انا كده عملت اللي عليا وزيادة، طلعت 5 نافق بزيادة، زودت كهرباء وزودت فرشة وبزيادة. فالحمد لله كده، يعني الحساب هيبقى اقل معاكي من كده، مش هيزيد عن كده خالص، او دراسة الجدوى. طب 10,070 جنيه هنزلهم من 7,500، هنزلهم من 7,500، هيتبقى لي في حدود 2,500 جنيه. 2,500 جنيه دول مكسبي في 100 فرخ، لو تنفيذ 53 جنيه، ولو علف 20 جنيه. تمام، 2,500 في 100 فرخة. طبعا انت لو خدت ايجار في مكان هيضيع الايجار في مكسب ال100 فرخة. تمام، ده طبعا الموت بقى والحياة والكلام ده كله حاجة بتاعت ربنا. احنا كده بنعمل دراسة جدوى كده عن شغلنا وعن اكل عيشنا في الفراخ. طيب انا دلوقتي عملت لكم دراسة جدوى للوضع الحالي اللي احنا فيه. طب احنا دلوقتي ممكن انزل والفراخ تنزل؟ ممكن الفراخ لو توفرت في السوق السعر بتاعها هينزل. كمان الكتكوت لو توفر في السوق، يعني في دلوقتي او من 5-6 ايام كده، اول ما العلف بدأ ينزل، او 10 ايام، كل الشركات بدأت تدخل بيض، ترص بيض. ففي بيض في المعامل دلوقتي
ممكن لما الدورة الجديدة تخرج فسعر الكتكوت يتهود وينزل شوية. اللي هيحكم لنا ده خلال العشر أيام اللي احنا اللي جايين بإذن الله، هما اللي هيحكموا، هما اللي هيحكموا لنا أو هيقولوا لنا السوق ماشي ازاي. بس انا حبيت اعمل لكم دراسه جدوى عشان الناس اللي حابه تعمله كمشروع، ولو حابه تعمليه كاكل لبيتك فانت كسبانه كسبانه كسبانه، لانك مش هتقدري تشتري فرخه من بره، وممكن تشتري فرخه 2 كيلو 2 كيلو ونص وتلاقيها بعد ما بتستوي معاكي بتنزل زلال وبتنزل ميه، لان ناس كتير جدا عشان تبيع بدري بدأت تعمل حاجات غلط كتير قوي يعني. ربنا يسهل لهم امورهم يعني، حاجات غلط بتأذي البني ادمين وبتأذي الانسان، وهرمونات داخله لاولادنا. فانت هتربي في بيتك فانت كسبانه كتير جدا جدا. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.